يا أهلا بيكم. يا ترى إيه السر اللي بيخلي فرق شكلها مرعب وفرق تانية شوارع؟ هنتكلم النهاردة عن لغز ال30 متر اللي بيظبط شكل أي فريق كورة. بص يا سيدي، لو سألتك إيه الفرق بين فرقة تقيلة وفرقة تانية مهلهلة، هتقول لي اللعيبة، الأسماء، الصفقات. هقول لك كل ده غلط. الإجابة الصحيحة المسافات بين الخطوط أو الكومباكتنس. في الكورة الحديثة المساحة هي العملة الأغلى، والمدرب الشاطر هو اللي بيعرف يسرق المساحة دي من المنافس ويقفلها في وشه. النهاردة هنتكلم عن تقارب الخطوط السهل الممتنع اللي بيخلي ال11 لعيب يتحركوا كأنهم عقل واحد. جهز قهوتك ويلا بينا. السؤال يعني ايه تقارب خطوط؟ ببساطة تقارب الخطوط يعني ان المسافة بين اخر مدافع واول مهاجم في فريقك ما تزيدش عن 30 ل 35 متر. طب ليه الرقم ده بالذات؟ عشان دي المساحة اللي تضمن لك ان اي تمريرة للمنافس تكون تحت ضغط، وان مفيش لعيب من المنافس يقدر يستلم ويلف وهو مرتاح. يعني اهلا بيك في الكماشة. دفاعيا التقارب ده بيعمل حاجتين. اول حاجة خنق العمق، لما الخطوط تقرب انت بتقفل القنوات اللي بين خطوط المنافس. صانع العاب المنافس بيحس انه محبوس في قفص، مفيش خرم ابرة يمرر منه. تاني حاجة الضغط العكسي او الكونتر بريس، لو الخطوط قريبة اول ما تفقد الكورة اقرب لعيب ليك بيكون على بعد مترين بس، فبتقدر تسترجعها في ثواني قبل ما المنافس يبدأ المرتدة. يعني ببساطة لو المسافة بين خط الدفاع وخط الهجوم كبيرة، ده معناه مساحات كبيرة في نص الملعب وهيتعمل عليك حفلة. بس لو فاكر ان تقارب الخطوط مفيد دفاعيا بس، احب اقول لك انت غلطان. عشان لما الخطوط بتقرب من بعضها هجوميا ده بيخلق اولا خيارات اكتر للتمرير، يعني حامل الكورة بيبقى قدامه 3 أو 4 حلول سهلة. تاني حاجة تثبيت المنافس، لما فريقك كله يتقدم ككتلة واحدة انت بتجبر المنافس انه يتراجع لورا، وده بيفتح لك مساحات على الاطراف او بيخليك تخنق المنافس في تلت ملعبه. من الاخر لو المسافه بين الخطوط بعدت هجوميا هيحصل ايزوليشن او عزل لحامل الكره، اما لو اتظبطت هيحصل فيرتيكال كومباكتنس، يعني الفريق هيبقى عامل زي الاكورديون يفتح ويقفل مع بعض. الكره الحديثه ما بقتش كره مهارات فرديه وبس، بقت كره مساحات. المدرب اللي بيقدر يخلي فريقه كتله واحده هو اللي بيسيطر على رتم الماتش. لو فريقك خطوطه بعيده عن بعض فانت مش بتلعب كوره، انت بتقدم دعوه مفتوحه للمنافس انه يخلص عليك. قولوا لي في الكومنتات مين اكتر مدرب في الدوري المصري او في اوروبا شايفينه مهندس مساحات وتقارب خطوط، ومين الفريق اللي بتحسه انه شوارع والخطوط تايهه من بعضها. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تتابعني لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد وفكره جديده. سلام.